تعالوا اوريكم ازاي عملت كيك الشوكولاتة دي بكل سهولة. جربتها طبعا، يعني شفت الوصفة في كذا كذا شيف عاملينها، فحبيت اجربها. وتعالوا شوفوا تجربتي هتطلع ناجحة ولا فشلت. وزي ما انتوا شايفين اهي، دي النتيجة النهائية. تعالوا اقول لكم كل الخطوات وكل التفاصيل. الكيك ده يا جماعة سهل جدا جدا لكل الناس اللي ما بتحبش تشغل الفرن كتير. هو من غير فرن ومن غير بيض كمان، الناس اللي بتتضايق من ريحة البيض. انا بصراحة ما بحبش ريحة البيض قوي في الكيك تحديدا، فبحاول على قد ما اقدر اعمل وصفات فيها ما فيهاش بيض اصلا يعني، او فيها بيض بسيط. فدي ما فيهاش بيض خالص، فبجد تحفة. يلا بينا بقى نشوف. وكمان ما فيهاش لبن في الكيك نفسه. اول حاجة حطيت كوباية دقيق، وهحط نص كمان، يعني كوباية ونص دقيق. تمام كده. طيب ممكن تضاعفوا المكونات على فكرة، مفيش مشكلة. بس انا عملت الكميات دي وطلعت زي ما انتوا، هوريكم الكمية في الاخر. حطيت كوباية ونص دقيق، حطيت شوية من الفانيليا، ممكن تستغنوا عن الفانيليا، كده كده مفيش بيض، دي حاجة اضافية يعني. كمان المفروض ان انا المفروض تحطوا ربع كوباية كاكاو. انا كاكاو بتاعتي كاكاو خام، والكاكاو الخام دي اللي عندي لونها غامق جدا جدا، فانا حطيت يعني تقريبا معلقة. خلاص. ولو احتجت وحسيت اللون فاتح وانا بخلط هبتدي احط تاني. دي بيكربونات الصوديوم، البيكربوناتو او بيكربونات الصودا، ممكن تستبدلوها بالبيكنج باودر عادي جدا. حطيت منها معلقتين صغيرين. خلاص. ممكن تعملوا ميكس بينها وبين البيكنج باودر، مفيش مشكلة. حطيت اهو معلقتين الصغيرين. هوريكم هنستعمل ايه كمان تاني. مفروض ان انا دلوقتي هحط سكر، دي نص كوباية سكر. الوصفة الاصلية فيها كوباية سكر. انا ما بحبش السكر كتير، فانا حطيت نص كوباية. وكمان لاني لسه هعمل صوص شوكولاتة وهحط فيه سكر، فكمان في الاخر حسيت ان السكر كتير. يعني انا لو هاجي اعيدها تاني هعملها بربع كوباية سكر بس، لان انا بحب الحاجة سكرها خفيف. فشوفوا لو انتوا زيي بقى اعملوا كده. لو انتوا بتحبوا الحاجة سكرها عالي، حطوا كوباية سكر عادي. دلوقتي المفروض ان انا هحط رشة ملح. خلاص، رشة خفيفة جدا. وكمان هبتدي ان انا احط بقية المكونات، وهي المفروض زيت. ودلوقتي هحط الاول برضو رشة خفيفة جدا من الخل. لو انتوا هتقللوا السكر ما تكتروش من الخل عشان طعمه ما يظهرش. لو هتكتروا السكر حطوا معلقة كبيرة خل عادي. نص كوباية زيت هبتدي ان انا احطها. والوصفة دي يا جماعة من غير ولا هاند بلندر ولا مضرب بيض ولا خلاط ولا اي حاجة، سهلة جدا جدا. هتطلع معاكم مايست وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. ده المنظر. هبتدي اقلب كل الحاجات دي بالسباتولا عادي خالص. في الوقت ده هكون انا مسخنة مية على النار، مية سخنة عادي خلاص بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كوباية. حلو. ابتدي اقلب كل المكونات، هيطلع الخليط سايل شوية. هو ده اللي انا عايزاه، هي الوصفة دي كده الخليط فيها مش تقيل قوي. خلاص. فهبتدي بقى اخلط 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 كتير كتير قوي، عشان طبعا احنا الموضوع يدوي يعني، فما فيش اي جهاز معانا. وعلى فكرة ممكن طبعا تشتغلوا بأي حاجة عندكم، يعني مضرب بيضة وأي حاجة طبعا هيسرع معاكم. يعني أنا لو عملتها تاني هعملها ممكن بأي حاجة من الحاجات دي، بس عشان كانوا نايمين عندي في البيت فمحبتش أعمل إزعاج بصراحة وقلت بلاش، وزهقت من التقليب. بس يعني ايه، مضرب البيض هيكون أحسن، أو الخلاط هيبقى أسرع شوية في يعني هي المفروض إن هي بتتعمل بالإيد، يعني دي الوصفة الأصلية. لكن لو اتعملت طبعا بمضرب البيض مش هتقول لأ يعني. وهتبقى سريعة كمان معاكوا في التقليب، في ثواني هتبصوا تلاقوا الخليط كله اندمج مع بعضه. بصوا لسه بقلب، ده كل ده انا عامله مونتاج وشايله كميه تقليب رهيبه. حطيت شويه كاكاو تاني عشان لقيت اللون فاتح. هتبداوا تجيبوا طاسه، بس حاولوا ان هي تكون تيفال او جرانيت علشان ما تلزقش. وبرضه هحط رشه زيت خفيفه جدا جدا، هي كده كده مش هتلزق اصلا عشان التيفال والجرانيت طبعا مش بيلزقوا. وهبتدي احط الخليط وهشغل النار واطيه جدا على فوق، موطيها على فوق. وتجيبوا غطا يبقى على قد الطاسة، يبقوا قيسوه قبل ما تحطوا الحاجات دي والمكونات. خلاص. وهنغطيها بالغطا ده، بس انا الحتة دي ما صورتهاش مش عارفة ليه. وهتسيبوها بقى نار واطية جدا او طاعين عندكم، وتوطوها على فوق او حاجة اللي هو كأنكم هتطفوها. حلو كده. هتسيبوها تقعد معاكم ساعة. سيبوها براحتها تقعد معاكم ساعة. انا قعدت معايا ساعة.
بعد نص ساعة بصوا عليها عادي، يعني بعد نص ساعة وشوية كده، بعد 35 دقيقة عادي انتوا افتحوا وبصوا عليها. بس هي قعدت معايا ساعة، مفيش مشكلة خالص. اهم حاجة علشان ما تتحرقش، لان طبعا احنا حاطينها على النار دايركت غير ما بتكون في الفرن بتبقى الحرارة متوزعة. تمام كده، بس هو ده كل اللي انا عملته. دي بعد ما طلعت بقى، بصوا لو عايزين صوص الشوكولاتة اللي انا عملته ده، دي مش شوكولاتة وانا مسيحاه، لا ده صوص انا عاملاه، صوص بالكاكاو تحفة. قولولي في التعليقات لو عايزين الصوص ده هعملهولكوا وانزلكوا الفيديو. حلو جدا، بينفع في حاجات كتير قوي مش بس في الكيك. بينفع جدا لو ما عندكمش شوكولاتة في الوقت الحالي، فبيبدأ ان هو يسعفكوا زي ما انتوا شايفين. انا كترت الصوص شوية لان انا بحب صوص الشوكولاتة جدا جدا، فبحب ازوده على الكيك تحديدا، وبحب الكيك تبقى طرية كده. فلو انتوا ما بتحبوش كده قللوا الصوص شوية، لو بتحبوا زيي كتروا الصوص عادي. لو حابين تاكلوها من غير اي صوص هتبقى حلوة جدا جدا. طبعا هي السمك بتاعها زي ما انتوا شايفين مش بيبقى عالي قوي، لان هي ما فيهاش بيض، فطبعا البيض مادة رافعة، فبتبقى يعني حجمها عادي، ما بتبقاش اللي هي العالية المنفوخة قوي. حلو كده، علشان كمان هي بتبقى شبه الكيك بتاع الكافيهات اللي احنا بنطلبه كده واحنا في الكافيه، وبتبقى سريعة وسهلة وموفرة واقتصادية، وبصراحة تحفة. يعني انا بصراحة عجبتني جدا جدا، وانا مش اول مرة اجربها. جربوها على طول. واكتبولي في التعليقات قولولي رأيكم، هستناكم تعملوها، بجد سهلة من اسهل ما يكون، اي حد يقدر يعملها. لو انتي مالكيش في المطبخ خالص هتقدري بكل سهولة. الناس اللي ما بتحبش تولع الفرن كتير، الناس اللي بتخاف، البنات الصغيرين اللي لسه بيعملوا حاجات بسيطة، دي هتبقى اختراع. لو انتي عايزة تعملي حاجة بالليل ومش عايزة تعملي ازعاج بقى كده وايه وكلهم نايمين عندك، طبعا هتولعي الفرن بقى وتعملي قصص، البيت كله هيصحى ويعرفوا ان انتي بتعملي شوكليت كيك خلاص. فدي هتبقى الحل. سحرية حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين، خطيرة خطيرة بجد، عجبتني قوي قوي. طبعا بتتحط في التلاجة بقى بالصوص اللي عليها ده، بتبقى تحفة، بتبقى ساقعة كده في الايام الصيف اللي احنا داخلين عليها دي، بتبقى تحفة. في الشتا بقى احنا عادي ممكن نسيبها بره شوية وما ندخلهاش في التلاجة، بس برضو يعني هو اول يوم بس اللي هي تتساب بره، على طول يعني تشيلوها بالكتير 12 ساعة وتبدأوا تشيلوها في التلاجة علشان ما تبصش، خصوصا لو حطيتوا عليها صوص. وبرضو لو ما حطيتوش غالبا يعني ممكن تبوظ معاكم، فاكتر من 12 ساعة شيلوها في التلاجة اضمن. بس كده، دي كانت كل حاجة للفيديو. طبعا لو انتوا شلتوها في التلاجة وحبيتوا ان انتوا تسخنوها في الميكرويف كده بسرعة، لو انتوا حابين تاكلوها في ايام مثلا شتا وجو برد وكده، فمش حابين تاكلوها ساقعة، بتسخنوها عادي خالص في الميكرويف. لكن في الصيف بتاكلوها ساقعة عادي مع الصوص، بتمسك كده وبتبقى حلوة قوي. استنوني في الفيديو اللي جاي، قولولي رأيكم في التعليقات، عايزاكم تجربوها، هتعجبكم جدا جدا. اي سؤال اكتبوهولي، قولولي الاقتراحات للفيديوهات اللي جاية، باخد اغلب الافكار بتاعتي من التعليقات بتاعتكم. وباي باي.